مهما كتب الأدباء والمثقفون والهواة عن بغداد فإن ذاكرتها التاريخية لا ترتوي، لأنها أكبر من أن تختزل بالأقلام. فخبايا صفحات الكتب والآثار تكشف عن عمق وحضارة تلك المدينة التي يعود تاريخ تأسيسها وحسب المؤرخين إلى سنة 146 هجرية، وكعرف سنوي خصص 15 من تشرين الثاني يوما للاحتفال ببغداد بالرغم مما آلت إليه أوضاعها. بغداد الآن مبكية منظرها في كثير من الأماكن، يعني تجعل الإنسان يبكي على حالها، وهي التي تبز المدن، كانت تبز المدن. علينا أن نعيدها إلى ما كانت عليه، علينا أن ندير أمورها والعراق كله بالشكل الصحيح السليم. تخطيطات بغداد هي نفسها هي موجودة القديمة، يعني بغداد القديمة اللي 146 بال151 بناء الرصافة الخليفة لابن المهدي. بس مدينة بغداد كل الخلفاء العباسيين هم ضربوا بها، من أول خليفة إلى آخر خليفة المستعصم بالله، هم حوالي 39 خليفة اللي حكموا بها بغداد 524 سنة. حكموا الخلفاء العباسيين بصورة عامة، واللي غزوا العراق الأمويين والسلاجقة كلهم ضربوا بمدينة السلام. المديرية العامة للتراث والآثار وعلى هامش يوم بغداد أقامت معرضا للمنحوتات والآثار والمسكوكات الذهبية والفضية التي تحمل تاريخ واسم مدينة السلام، وسط دعوات من مؤرخين ومثقفين بأن تعود بغداد كما كانت وترفع عنها كنية المدينة الأسوأ في العالم، سيما وإن لا مجال للمقارنة بين حالها في الأمس واليوم. والله هي ماكو مقارنة صراحة، يعني إنه ولو هي كانت مدينة السلام كمدينة كانت قبلة بالعلم والرفاهية والجمال أكيد يعني، بس وكان خليفة المسلمين يجلس في مدينة بغداد ويدير سدة الحكم. احنا نتمنى بغداد تعيد مجدها، أكيد هاي أمنية كل عراقي. هذه الخزينة التي خرجت اليوم إلى الجمهور في هذا المعرض كثير من النفائس والنوادر للمسكوكات، بضمنها المسكوكة التي تذكر افتتاح مدينة بغداد وهو عام 146، هذه السنة التي كانت مختلف عليها بين المؤرخين، إضافة إلى مسكوكات تحمل اسم العراق لأول مرة التي ضربها الخليفة المأمون، فضلا عن مسكوكات ضربت في بغداد قبل سقوطها بيد المغول. هذه المسكوكات اليوم تستنشق هواء بغداد من جديد بعد أن كانت في المخازن، وستجد طريقها إلى قاعات العرض المتحفي لتكون متاحة للجمهور. في العصور العباسية والأموية القديمة كان من يتلاعب بالدراهم والمسكوكات يعدم حرقا بالنار، أما اليوم ومن يرى هذه المسكوكات الأثرية وكيف حفظت يستغرب مما آل إليه حال الأموال اليوم، وهي تغرق بمياه الأمطار وفقا للبيانات الحكومية. أرشد الحاكم، الرشيد الفضائية.